مساء الخير. اليوم بدنا نعمل وصفات للسحور. السحور وجبة أساسية برمضان، بس دايما بنحس إنه إحنا محتارين شو بدنا نعمل للسحور، لأنه بدنا وجبة خفيفة تشبعنا وتعيننا على الصيام. اليوم جايبت لكم وصفتين أحلى من بعض. بدنا نعمل أول إشي الكيكة المالحة بالزعتر الأخضر والأجبان، ريحتها بتعبي كل البيت، كتير زاكية وبتشبع، وحطينا فيها طحين قمح وزيت زيتون. هي كيكة صحية. وتاني إشي بدنا نعمل حلو طبقات ترايفل اللبن بالفراولة. الحلو هاد منعش وخفيف، بينزل على قلبكم قبل معدتكم. كملوا الفيديو للآخر علشان تشوفوا الوصفات، بس بالأول انزلي واضغطي اللايك وتفضلي معي على الفيديو. يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. طبعا الواحد مع الصيام التركيز صفر وتحت الصفر كمان. مهم خلونا نشوف كيكتنا. أول إشي عندي كوباية طحين عادي، وبدي احط عليها كوباية طحين قمح، طحين اسمر يعني، او اذا بتحبوا كل الكمية طحين قمح كوبايتين، او كل الكمية طحين ابيض بصير، بس انا حبيت هيك اخلطهم التنين مع بعض. معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وعندي هون معلقتين من خلطة او دقة الزعتر بالسمسم، شو انتو بتسموها، اللي بنحطها بالمناقيش، معلقتين كبار. ممكن تحطوا سماق، بذور كتان، معلقة بذور شيا بصير. ربع معلقة صغيرة من كربون أو بيكنج صودا أو كربونات، حكيت لكم إياها بكل اللغات. رشة ملح، يعني هيك رشة ملح منيحة، رشة من الفلفل الأسود، بخلطهم. هلأ نيجي للمكونات السائلة. أول إشي عندي 3 بيضات. طيب شو عندي كمان؟ 3/4 كوباية من اللبن، هو الزبادي يعني. حطه، لازم أنزله كله. طيب، وهلأ عندي نص كوباية زيت زيتون مخلوط مع زيت نباتي، أو كل الكمية زيت زيتون نص كوباية، أو كل الكمية زيت نباتي، زيت خضار، زيت عادي يعني، نص كوباية. معلقة صغيرة كتير من الخل، معلقة مش عارفة من المعلقة. عم بدور على المعلقة. معلقة صغيرة من الخل الأبيض. في ناس بتضيف للكيك المالح فانيلا علشان البيض، بس لا، ضيفوا فلفل أسود ومعلقة صغيرة من الخل بيمشي الحال. نخلطهم، سهل كتير كتير. طيب هلا الصدايل عنا إضافات تانية. هلا بنحط المكونات الجافة على السائل، بدي احطهم مرة واحدة واخلط، ونشوف شو راح نضيف مكونات تانية. هلا هاي الكيكة هيك مثل ما هي، تقدروا تضيفوا اي اضافات انتم بدكم اياها عليها. بتحبوا تضيفوا خضار، بتحبوا تضيفوا زيتون، اي اضافات انتم بدكم تضيفوها. شوفوا هلا انا شو راح اضيف. العجينة طلعت عندي تقيلة شوي، لازم احط لها مثلا شوية مي، لانه شايفين كتير تقيلة، كتير جامدة، ما بينفع. فهلا راح احط عليها شوية مي عادي يعني، خليكم. هلا السبب انه العجينة طلعت معي كتير جامدة او الكيكة، لاني حطيت طحين القمح، وطحين القمح بشرب السوائل. لو حطيتوا كل الكمية طحين ابيض راح تطلع معاكم المقادير مزبوطة. هون ضفت حوالي 3 كوباية من المي. ستيل لازم يضل قوامها تقيل علشان تتحمل الاضافات اللي بدنا نضيفها عليها، ولو بس تشموا الريحة اللهم اني صائم. اول اشي عندي 4 شرحات، يعني 4 مربعات من جبنة عكاوي منقوعة، لانها بتكون هاي محفوظة بالملح، منقوعة بالمي وقطعتها مكعبات، او اي نوع جبنة جامدة بتتحمل
اي نوع جبنه جامده بنتحمل. 4 شرحات وقطعتهم مكعبات. بعدين عندي اللي حيعطيني هيك طعم وريحه بتجنن، الزعتر الاخضر. شوفوا هذا كان عندي بالفريزر، وقلت لكم انا بالفيديو راس الفطاير اللي شافوا الفيديو انه احنا بنحطها بالفريزر، بنغسلها بنشفها، واذا بدنا بنخزنها بالفريزر. بعدين لما نطلعها من الفريزر بنحطها بميه مغليه حوالي دقيقه بس، وبنصفيها علشان اذا في عنا اي تراب اي ريحه. فشو بتعملوا انتوا؟ بتجيبوا كمشتين، هلا رح افرجيكم. هذا هو الكيس اللي كان بالفريزر، هاي تخلوه بحراره الغرفه. وبعدين بتجيبوا كمشتين من الزعتر الاخضر. هذا زعتر اخضر بس اوراقه صغيره، وهذا النوع اللي اوراقه صغيره ريحته كتير نفاثه وقويه، بتجنن ريحته، عن جد بتجنن، تفتح النفس. حتى هذا احسن من اللي اوراقه بتكون كبيره، احسن وطعمه اقوى بكتير. انا اخذت منه كمشتين بايدي، حطيتهم بالمي المغليه دقيقه بس، وغسلتهم صفيتهم. صارت الكيكه عندنا جاهزه، بتجنن هاي الكيكه. بالايام اللي ما بيكون فيها صيام هيك بيعملها الواحد بالعصر مع كوبايه شاي. طلع والريحه بتجنن الريحه عن جد. وهي القالب عندي دهنته بالسمنه والطحين. بدي انزل خلطه الكيك. بسم الله، وسعها بالتساوي. وي كبيتها. هلا بدي احطها بالفرن على حراره 180. لما تعملوها تطلع من الفرن وتدوقوها بتحسوا انكم عاملين فطاير، بس بدون تعب العجن والبهدله. وهلا بدنا نعمل سحور حلو، بس انا جايب لكم فكره كتير زاكيه وخفيفه على المعده، سكرها قليل وصحيه كمان. عن جد هاي الفكره رهيبه كتير. عندي هلا بسكوت شاي اي نوع، او ممكن تستخدموا بسكوت القمح، تعرفوا البسكوت اللي بياكلوه بالدايت بصير. بس انا بسطت الامور واستخدمت بسكوت الشاي، علبه صغيره. وي احطها بكيس واكسرها وافتفتها تصير ناعمه. صراحه ما الي خلق اجيب المطحنه واطحنهم عليها واغسل المطحنه، لا. وهاي البسكوت صار عندي ناعم. هي مش ضروري يكون ناعم على الاخر زي ما بنعمل حلويات. هلا بدنا نعمل خلطة اللبن. عندي هون لبن اللي هو الزبادي، ما في عندي مقادير، حطوا قد ما بدكم. بسم الله. حطيت هون حوالي 4 معالق كبيرة من اللبن تقريبا، 4 5 هيك اشي. طيب اذا بدكم بدي حابة اني احلي اللبن شوي، رح احط رشة فانيلا. بدي احلي اللبن بمعلقة عسل. ما بتصدقوا قديش اللبن مع العسل والفانيلا طعمه كتير زاكي. معلقة كبيرة من العسل مثل اللي بيتابعوني، نخلط. ممكن تحطوا سكر دايت مع رشة فانيلا، هيك بصير انا عندي لبن حلو بنكهة الفانيلا. ما بعرف، يمكن انتوا عرفتوا انا شو بدي اعمل. وعندي هون فراولة، والفراولة ممكن تكون عندي خوخ، ممكن تكون مانجا، اناناس. هاي هي الفواكه اللي بتلبق مع اللبن نوعا ما. شو راح اعمل؟ بس الفراولة هلا موسمها موجودة ورخيصة. بقطعها مكعبات هيك، مكعبات صغيرة، وبرضه الكمية قد ما بدكم. الوصفة هاي تقدروا تسموها ترايفل اللبن او بارفيه الزبادي، هيك اشي، بارفيه اللبن. خلوني هلا بس اقطع الفراولة وارجع لكم. هلا صار كل اشي عندي جاهز. شو بدي اعمل؟ بدي ابدا ارتب بالطبقات. ابدا احط بالطبق. اول اشي جبت هدول كاسات الاكريليك اللي هم بلاستيك المقوى. هلا هم كتير صغار، بس انا هيك حابه يكون شكلهم هيك
صغار وكيوت. انتوا حطوا الكميات اللي بدكم اياها وبالكاسات اللي بدكم اياها. اول اشي طبقة بسكوت بنحطها بالمعلقة، تحطوا هيك طبقة بسكوت تحت ابو معلقة كبيرة. طبعا الكاسات اللي عندي صغار، يعني استوعبوا تقريبا تحت معلقة كبيرة من البسكوت. اذا اول طبقة عندي البسكوت، بعدين رح احط معلقة فراولة وهيك اوزعها، بعدين معلقة كبيرة من اللبن، يعني عادي مثل كأنكم بتاكلوا لبن بالفواكه، نفس الشي ما بفرق، بس احنا هيك دلعناها شوي. وهلأ بس احنا بنكرر الطبقات، البسكوت الفراولة واخر اشي على الوجه اللبن. وهيك بيكون شكلهم، شايفين؟ الكوبايات الصغيرة دايما احلى، وهيك الطبقات بتبين، تحسوا انها بتشبه التشيز كيك، تشيز كيك البارد. هلأ اخر اشي على كل واحدة نص حبة فراولة علشان نكمل الشكل الحلو. تحفة فنية عن جد. طبعا بتحطوها بالثلاجة 3-4 ساعات، ولوقت السحور بتكون زاكية وباردة وخفيفة على المعدة. جربوها وادعولي. طلعت كيكتي من الفرن واخدت معاي بالضبط 50 دقيقة، بتاخد معاكم شوية وقت. وتعالوا نقلب الكيكة ونشوف كيف شكلها. تطلع معاكم هيك ما شاء الله بتجنن. اللي بيسألوا عن الكيك كيف بيطلع معانا مرة واحدة، اعملوا مثلي، تدهنوا بالسمنة والطحين، مستحيل تلزق معاكم الكيكة بالقالب، هيك بتطلع معاكم قطعة واحدة. هلا الكيكة لازم تبرد، بس انا حابة اقطع لكم اياها تشوفوها من جوا. هلا هي بتكون تفتفت شوي علشان المكونات اللي فيها، فانتوا لا تكتروا من اللي هم زي الخضار والزيتون والجبنة والزعتر اللي اذا بدكم تحطوا، لا تكتروا. شايفين ما شاء الله من جوا كتير هشة، حتى هشة كتير كتير. شايفين الجبنة والزعتر؟ طبعا هاي بتقطعوا منها شرحة تاكلوها مع لبنة، مع جبنة فيتا، مع حمص، مع اي اشي بدكم اياه، او لحالها مع كاسة شاي. هيك خلصنا. شايفين الكيكة ما شاء الله ولا غلطة. هدول الكاسات الحلو اللي عملتهم. جربوا هاي الوصفات كتير زاكية وحلوة، بتلبق للسحور. واشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله. في امان الله.